اسبوعي وانت من مصر، فمصر لها حق وجريدة الجمهورية بتمثل الشعب المصري، فلنا حق ونتمنى ان تكون هذه الندوة من غير مقدمات طويلة، انها بتكون تعبير عن الشارع المصري وعن الشعب المصري في احتياجاته ومتطلباته. استاذ سيد وعشان وقت سعادة الوزير هنحدد 3 محاور أساسية للندوة إذا اتفقنا عليها. المحور الأول هو وزارة الآثار، لماذا وما لها وما عليها، والجزء يتعلق بعلاقتها بوزارة الثقافة ونسبة 15% اللي كانت بتتعلق يعني كانت هي أحد دعائم النشاط لوزارة الثقافة واستمرارية هذه النسبة من عدم استمراريتها، وكل ما يتعلق بقضية وزارة الآثار ووزارة الثقافة. القضية الأخرى وهي التي تشغل بال الناس جميعا هي سرقة الآثار، سواء سرقة الآثار من المتاحف ومن المخازن أو سرقة الآثار في باطن الأرض. وهذه القضية قضية يعني تتشعب إلى مافيا وإلى عصابات وإلى ناس عاديين وأشخاص عاديين ماشي. لا خلي بقى خد محور بس نبدا المحور الاول نتكلم فيه ماشي وليكن بقى اتفضل. هو شوف اولا يعني نمره واحد، انا لم اكن اتمنى ان يبقى في وزاره للاثار، لان الاثار دي في رايي الشخصي لابد اللي ماسكها يكون بعيدا عن السياسه ويتفرغ للعمل العلمي تبعه. انا قبل ما امسك ابقى وزير كنت يعني راجل تكنيكي اسد، بحفر، بحافظ على الاثار، بنشتغل وعملنا اشياء في منتهى الاهميه في ال8 سنين اللي عملتهم امين عام. ان احنا عملنا اداره اسمها اداره المواقع الاثريه، حافظنا على مواقع الكل، رممنا اثارنا الاسلاميه والقبطيه واليهوديه، عملنا بنبني 22 متحف على اعلى مستوى، منهم المتحف المصري الكبير ومتحف الحضاره، وهي مشاريع ثقافيه عاليه جدا. نمره 3 عملنا مشاريع للحفاظ على مناطق على اثارنا، تغيير قانون الاثار والمشكله اللي خدناها مجلس الشعب قدرنا ننتصر فيها، تسجيل اثارنا لاول مره في 29 منفذ بري وجوبي، عملنا ناس عشان تفتش الناس وهي طالعه، 4 الوعي الاثري البرنامج الكبير اللي عملناه، 5 عوده اثارنا ورجعنا 5000 قطعه، 6 التدريب. فانا جيت اعتقد وزير لان انا رحت يوم 29 متحف مصري وخدت كورس مع الكتاب ده، فاعتقد انهم قالوا نجيب واحد وجهه مقبول من الناس. لكن انا كنت بتمنى وطول عمري بقول، والاستاذ عصام عمران عارف، ان يبقى في مجلس اعلى للاثار لا يتبع وزير الثقافه بل يتبع رئيس الوزراء، وان يتفرغ رئيس المجلس للعمل الاثري، لان الاثار محتاجه اشياء كثيره جدا ان تتعمل، فتقدر تعملها وانت ماسك مجلس اعلى اكتر ما تعملها وانت ماسك وزير. علاقتنا بقى بوزاره الثقافه طبعا دلوقتي وزارتين، فاصبح احنا هندي لوزاره الثقافه كل امكانياتنا عشان ينطلقوا ويعملوا مشروعات ثقافيه زي ما هم عايزين. صندوق التنميه الثقافيه لو هيبيع حاجات عندنا لازم الاثار تكسب منها، ما يبقاش ثقافه بس. يستغل المواقع الاثريه، احنا موافقين وبنعمل بروتوكول ضخم دلوقتي بيننا وبينهم، حتى معرض الاثار بتاعنا اللي موجود في روما انا قلت لهم لازم يبقى فيه تذاكر عشان نقدر ان احنا انا بعمل معرض بره عشان اعمل فلوس، لان انا بتمنى ان يبقى فيه معارض دائمه او متاحف دائمه في روما تتعمل، يبقى فيه في باريس، يبقى فيه في نيويورك، يبقى فيه في طوكيو، تبقى متاحف دائمه مصريه في هذه الاماكن، وروما اول مكان. بالنسبه ل 15% طبعا لا يمكن ان احنا نقدر ندي لا 10% ندي للمحافظه ولا 15% ندي لوزاره الثقافه، لان اصبح الثقافه كانت بتاخد ال
عشان مسار تبع الثقافه. احنا محتاجين دعم ومحتاجين تمويل. ازاي انا بقى محتاج وادي لغيري؟ وعملنا مذكره للعرض على السيد رئيس الوزراء هذا الاسبوع، والمذكره دي فيها ان احنا بنطلب الغاء الدعم اللي احنا بنديه للمحافظات او لوزاره الثقافه، لان احنا في احتياج ملايين او بلايين الجنيهات عشان نحافظ على اثارنا ونحمي هذه الاثار. حتى لو اثر على نشاط وزاره زي وزاره الثقافه. ما انا ماليش دعوه. انت دلوقتي وزاره الثقافه لو لها نشاط تاخد بالدوله اعاده، لكن انا محتاج ارمم معابد، مقابر، محتاج الحاله عندي. ما هو انت امتى تدي زكاه؟ لما تكون مكتفي. انا جعان عايز حد يتكلم، او ما انا ادي لحد تاني 15%. هم 15% اتاخدت في وقت انت وزير الثقافه في ايد العماله. لكن الانفصال دلوقتي معناه ان دي وزاره تبقى قائمه بذاتها بامكانياتها بمواردها، ولا تعتمد على وزاره زينا. كلام التكامل مطلوب يا فندم. يعني ايوه، ما انا بقول لسيادتك انا دلوقتي جعان مش لاقي ازاي ادي اكل لحد تاني. ازاي؟ القرار انا محتاج فلوس المصري. لا، انا نفسي محتاج حد يدعمني. بشحن فلوس، انا بعد بدور على فلوس. لكن تقدر وزاره الثقافه تجيب الدعم ده من الدوله مش مني انا، لان انا طالب من الدوله دعم. انا ما باخدش اعانه سياسيه حضرتك من الدوله. بدفع جميع مرتبات الموظفين، بدفع الاجور، يعني كل دخلي. انا كنا بنصرف في السنه مليار و200,000 على المتاحف والمشروعات اللي احنا عملناها. انا لو عندي فلوس لو تعرفني ما يهمنيش ادي اجي، لكن انا دلوقتي يعني مش انا بقى عايز امنع دي عشان انا يعني عامل نفسي ان انا اطلاقا اطلاقا ما اقدرش. لا لو حضرتك وزير ثقافه ما اقدرش اخد من الدوله. ليه؟ انا بقول لك لازم تعرف دي وزاره اثار ووزاره الثقافه، ما ينفعش انا اخد منه ولا واخد منه اطلاقا. في قرار جمهوري يا دكتور هيتلغى. انا بعت الغاء القرار الجمهوري عشان دي نقطه هم بيقول لك القرار الجمهوري ما انا بقول لك انا كلام مظبوط، لكن انا بقول لك دلوقتي انا طالب اعاده سياديه من الدوله عشان ادفع مرتبات الموظفين. انا مش قادر ادفع مرتبات الموظفين دلوقتي، فازاي انا ادي 15% لحد وانا طالب اعاده؟ فاحنا بنطلب الغاء القرار. في نقطه مثلا كنت يا ريس باذنك المعرض اللي هو بتاع روما ده هو اولا تبع الاثار ولا تبع هو تبع الاثار، لكن موجود في تبع الاثار، موجود في الاكاديميه. واحنا هنعمل تذكره 10 يورو، هم هياخدوا جزء واحنا ناخد جزء. في كلام انه كان ممكن يجيب مليون زائد سنوي ب 10 مليون يورو، يعني حوالي 80 مليون جنيه عوض الخسائر. بس في مشكله بقول لك مع التربيه الالمانيه او حاجه زي كده ان الاكاديميه لها الصفه اعتقد المسؤوليه الدكتور عماد ابو غازي اعتقد ان هو قال لي ان الدكتور اشرف رضا خد الموافقات عشان نعمل تذاكر. اتفضل. سيادتك ما تزود ايراداتك في الوزاره افضل من انك تستنى دعم من الحكومه. انا اتصور ان المتاحف عند حضرتك ممكن تزود اسعار التذاكر فيها. اولا الاستاذ باهي جنبك اهو، انت عارف ان هم بتزود جنيه واحد ثوره في شركات السياحه وثوره في وزاره السياحه. ده انا قلت لهم ايه؟ قلت لهم قدامك ايه؟ انا قلت لهم انا عملت دلوقتي خطه ان انا ازود بعد سنه. كنت هزود في 1 11 لكن طبعا بعد اللي حصل ده ما قدرتش ازود، لان انت في وضع عايز سايق يجي ما قدرتش ازود بشكل اسعار. لكن اللي انا بس يعني ارد على حضرتك ان انا دلوقتي حالتي وحشه لان انا ما عنديش اي دخل. كان دخلي بيعتمد على حاجتين: نمره 1 معارض الاثار، ونمره 2 زياره المناطق الاثريه. ما عادش في زياره لمناطق الاثار اطلاقا. اصل مصر بيدخل ببلاش. احنا عندنا بجنيه. هي بجنيه فعلا. المصري بجنيه، لكن الجنيه ده لما في النهايه في اخر الشهر هتلاقي عندك 600 جنيه. ما تخليني الدكتور زي بس. انا عندي حاجات انا جايب خلاص. خلينا بس. عرفت ازاي؟ احد الزملاء كنت بكلمك في التليفون بقول لك يا دكتور بقول لي ما تقولوش ليه يا سياده الوزير؟ قلت له لا والله العظيم الدكتور هو طبعا الدكتور ده ابقى وهي البدايه وهي النهايه، انما احنا بنقول ان يوم ما نعمل في وزاره الاقتصاد والدكتور زاهد الرئيس احنا استبشرنا خيرا وقلنا انه اذا
مهمه كانت منوطه بوزير الاثار الذي لم يقف منه. دي نقطه. طب خلينا النقطه الثانيه خلينا بس عشان افتكر بس النقطه الثانيه اذا كانت مصر كلها والعالم كله بيثق في راس الدكتور زي حواس وتتبعه، فاحنا لقينا ان بعد ما سيادتك دخلت في مساله الوزاره المره الاولى ثم الوزاره المره الثانيه هجوم من قطاعات كثيره على شخص الدكتور زاهي، وهناك من يعني بدا يعني يلقي على سيادتك ببعض الاتهامات. طبعا انا اقول بعض الاتهامات بمعنى انها ليست فينا، انما كلام كتير وانه ممكن تكون صمت على سرقه من قبل، صمت على تهريب اثار، صمت على تخصيص بعض الاثار المصريه لبعض عائله القوم، كلام كتير قوي اتقال على الدكتور زاهي حواس. احنا النهارده بنسالك انت كوزير، مش انت كدكتور زاهي حواس، المشكله تكون في الاقرار. انت كوزير عملت ايه عشان تحافظ على الاثار المسروقه؟ وهذا كلام اللي انت بتقوله. نمره اثنين، ليه هذا الهجوم الشديد عليك؟ احنا عايزين نعرف ايه؟ اوكي. بالنسبه للمتحف المصري انا عايز اوضح لكم نقطه مهمه جدا. قبل ما اتكلم عن المتحف المصري انا عايز اقول لك ان انا تعرضت لاعنف حمله هجوم في الدنيا، والحمله دي مولها شخص مش هقول اسمه، مولها ماديا وجاب ناس عندي من اثار، يعني مش عايز اتكلم عليهم، عصام يعرفوا كويس جدا، ناس عليهم علامات كتير جدا، بداوا يقولوا لي الاتهامات بلا. ما هو خلي بالك انت هي 71 بلد انت دلوقتي لو جيت هم استغلوا اسمي يقول لك كلام عملوا اللي عملوه كله. لكن عايز اقول لك دي كانت حمله. انا حاولت اعمل حاجه للبلد في المتحف المصري، عملنا بيت هدايا على اعلى مستوى. الراجل اللي قفلنا له بيت الهدايا ده اعتبر ان انا باخد حقه، رغم ان انا قلت له ادخل واشتغل معانا، لكن هو عنده يعني الحقيقه هو قدر ان هو رفع عليا القضيه اللي قالوا زي حواس السجن، ودي قضيه بتترفع على وظيفتي، لكن اتعملت في الاعلام بشكل مثير وبشكل زي حواس السجن. وانا لو انا راجل مش وطني ما كانش حد رفع عليا قضيه، يرفع عليا قضيه ليه؟ لكن هو الراجل ده يعني عشان ما نغلطش فيه يعني اسال عليه هتعرف الراجل ده قدر ان هو يجمع ناس ويجيب ناس عندي في الاثار ويدفع فلوس لناس عشان يعملوا الهجوم الكامل ده. لكن عايز اقول لك حاجه، انا راجل طول عمري بشتغل من اجل البلد. شوف بقى الاشاعات الثانيه، يقول لك احنا كنا بندي حاجات هدايا للحرم سيد الرئيس. كويس، حلو ولا تحدد؟ بعد كده نخش على كده، عايز بعد كده نخش لازم تحدد بقى. نمره واحد هذا الكلام ليس له اساس بالصحه، ولم يحدث في يوم من الايام لا الدكتور زكريا حسن ولا حرم الرئيس تحدثوا او تكلموا في اي موضوع. العقد اللي قالوه بتاع اسكندريه شكلت لجنه من اساتذه الجامعه، طلع الكلام ده كذب اطلاقا. انت عشان تدي هديه لاي بني ادم في الدنيا كل قطعه اثريه عقده واحد ومسجله. يعني انا لو خدتها من عقدتك تبقى مصيبه. تعمل ايه بقى؟ خدتها من عقدتك تعمل مذكره وتعرض على اللجنه الدائمه للاثار المصريه 40 واحد. انا عايز ادي هديه لداعي عام يوافق، يقوم رايح مقتل رايح مجلس الاداره يوافق، يروح لوزير الثقافه يوافق، مجلس رئيس الوزراء يوافق، رئيس الجمهوريه. لم يحدث. وانا ماسك الاثار المصريه من 2002 حتى الان ان اهديت قطعه اثريه واحده لا لواحد اجنبي ولا لواحد مصري. وانا لو كان حصل في هذا الموضوع كنت امشي اليوم. وانت عندكم راجل زي ماسك الاثار ويعرف كل كبيره وصغيره. اتحدى اي انسان يقول ان احنا اهدينا. كل القصص امبارح واحد مذيع في التلفزيون بيقول لك كان سوزان مبارك بتدخل المقبره وندخلها عشان تجيب الزئبق الاحمر. صحفيه كلمتني ايه؟ يعني هي تاخد الزئبق الاحمر. اولا مفيش حاجه تدرس بقى الزئبق الاحمر، ده جنون. ولن تحدث يوم من الايام ان مدام مبارك قالت لي تعالى ندخل المقبره. انا كل علاقتي بمدام مبارك عملنا متحف اسمه متحف الطفل هنفتتحه بعد شهرين. هذا المتحف جائزه لكل طفل مصري، وهذا المتحف لا يوجد له مثيل في الشرق الاوسط. وانا فخور ان انا اشتغلت في هذا المتحف، وانا فخور ان انا هفتح هذا المتحف بعد شهرين.
كاعلى واجمل متحف في الدنيا. غير كده انا راجل عمري لا كنت في الحزب الوطني، ولا راجل ليا دعوه بالسياسه، ولا راجل دخلت السياسه دي غير ما يقول تعالى خد وزير. ورغم كده انا مش سياسي، انا وزير تكنيكي بتاع اثار، بشتغل في الاثار. لو جيت بقى للمتحف المصري، انا لما رحت يوم 29 الصبح دخلت ميدان التحرير، الشباب شالوني فوق راسهم. انا كنت الموظف الوحيد في الدوله اللي دخل وسط الشباب. لقيت الشباب واقفين حاملين المتحف المصري. يا دكتور احنا حملنا لك المتحف المصري. دخلت جوه لقيت 20 شاب حكوا لي قصص المتحف المصري. دخلت المتحف لقيت كل القطع الفريده موجوده. الفريده الاساسيه. السياسه بتقول ايه بقى؟ لو انا راجل وحش وغبي، المتحف السرق وسهل جدا اقول كده. انا حبيت اعمل حاجتين: صوره مصر بره، لان انا كنت بتكلم بره وبتكلم في العربيه وبتكلم للناس. المتحف المصري بخير، ولو المتحف بخير مصر بخير. ولما اتنين يا جماعه قلت لبزدس لما هاجرت هقول لكم ده ايه؟ اللي هاجموا دول قال لك ده كذاب، ده كذب علينا. انا كذبت عليك؟ انا بدافع عن الاثار بحياتي وروحي، وجبت 5000 قطعه اثريه وقلبت الدنيا كلها، وقفت بعد متحف اللوفر وجبت وحاولت اجيب وعد او انا اتصدر. جربنا المتحف لقينا 54 قطعه اعلنا. لقينا في مخازن اتسرق 1200 قطعه من المخازن واعلنا. كل ما بجيلي مقتل بعلن. ما اقدرش اقول المتحف المصري اتسرق. الثوره ضاعت، الشباب انهاروا قدام العالم كله. ازاي دول يسرقوا المتحف؟ ما حدش يقول اللي سرق اللصوص، لكن انا قلت المتحف المصري بخير، ولو المتحف بخير مصر هتبقى بخير. والعالم كله فهم الحته دي ما عدا الجماعه اللي بيهاجموني اللي لهم اغراض شخصيه. ولو بتقدر تسال عليهم والدوسيه بتاعهم نشاهدهم عندي الشخصيه اللي بتتحدث عن مساوئهم وعن عدم امانتهم، لكن هم استغلوا اسمي واشاروا في كل مكان. الاثار الحمد لله بقول لكم اهو اللي اتسرقت مفيش قطعه اثريه فريده اتسرقت في ال 1200، لان كل اللصوص اللي دخلوا المخازن داخلين يدوروا على الذهب والكنز اللي مسيطره على كل مكان في مصر. فبيدخل وهو مش فاهم حاجه، يفتح صندوق ياخد يفتح ويجري. فانا ما اقدرش اقول لك ان في قطعه في المتحف المصري اللي ناقص راس لنفرتيتي قد كده لاميره حتى مش متاكدين ده، والباقي كله قطع برونزيه لوحده 30 قطعه. خلي بالك انا بقول حاجتين: لو اللي حصل يوم 28 ده حصل في باريس او روما او كان البلد انتهت. انا لسه عندي النهارده 2 صحفيين اجانب امريكان قلت لهم نيويورك كانت اتشالت. اللي حصل ان حامل متحف العراق اتسرق 15000 قطعه اثريه وكله كنوز المتحف. لما انا ادخل يا جماعه المتحف والاقي كل حاجه موجوده، القناع والدنيا موجوده، اقول لهم تعالوا المتحف اتسرق واوضح الدنيا معانا، وانا كلمتي بتتقال بره الدنيا بتتقلب. فكان لازم احمي المتحف واحمي مصر واحمي الشباب. واقول انا بقول لكم اهو لو الحاجه اللي اتسرقت انا هقول للناس كلها ايه اللي اتسرق. يوم الاثنين بعد يوم السبت قلنا مسروق 8 قطع، جالي تقريبا 8 قطع. بعدها ب5 ايام 15 قطعه. بعدها ب 10 ايام يومنا من سبت الوزاره قلنا 54 قطعه اثريه. طبقا للتقارير اللي جت المخازن اعلنا المخازن. فانا ما كان اكمل بس الحلاوه فكره التدفق الى حد ما حدش يقدر يوقفها. لا انا عايز انا عايز اشرب ايه؟ هتشرب ايه عشان الراجل هات لي شاي. حلو كده عشان بس تفوخك ده انا برد على اسئلتك. لسه نفس السؤال، اصل السؤال لا يزال قائم حتى الان سياده الوزير اذا كان هناك من حصر لما تم سرقته قد ايه؟ وهل ده توافق مع مسؤوليتك كمسؤول سياسي وامني عن تامين هذه المتاحف؟ انا اسف سؤالك ده المفروض ما تسالوش كده. طب قول لي سيادتك شوف انا ممكن اعرف بس يعني ما تسالنيش بقى مسؤول الامن انا مش مسؤول عن لا صلى على النبي. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ سياده الوزير انت المسؤول عن تامين. لا استاذنا من فضلك ما حدش يقول كده ابدا. حاضر يا سياده الوزير. انت قادر تحمي نفسك؟
مسدس لازم. دلوقتي انا عايز اقول لكم اولا نمره واحد اللي اتسرق لحد النهارده طبقا للتقارير اللي جات لي 1200 قطعه. بقول لك احمد ربنا والحمد لله ما فيش قطعه فريده. انا من يوم ما رجعت الوزاره بقالي شهر و10 ايام قدرنا ان احنا مستمرين لسه في الجد عشان نعرف. قدرنا نعمل الامان لمناطق الاثار، قدرنا نرتب بيتنا، قدرنا نعمل حاجات كويسه جدا والحمد لله. القوات المسلحه ومجلس اعلى القوات المسلحه معين لواء للتنسيق عشان نزيل كل التعديات. والنهارده قبل ما اجي لكم عاملين 3 ساعات اجتماع، كل تعدي موجود على ارض مصر هيتشال. مش هنسمح بتعدي موجود نهائي. اثارنا المسروقه دي ده بس بالاثار ولا بالاثار؟ بالاثار بالذات، وده يدل اهتمام القوات المسلحه بالاثار. ان في واحد لواء من مجلس اعلى القوات المسلحه مسؤول عن التنسيق بيننا وبين مجلس اعلى القوات المسلحه عشان نبين المشاكل اللي عندنا، واهم المشاكل عندنا هي التعديات. تعدي الكفانات، واحد بنى جامع على الطريق الصاعد بتاع الهرم عشان ما يتشالش. بنوا كفانات ضخمه واللي بناها مش حتى الاهالي، ده الحرميه. واحد حرامي يروح يبني 100 مقبره عشان يروح يبيعها للناس الاغنياء. كل الحاجات دي باذن الله هتتشال. انا اقول لك تم حصل بيها كلها؟ كل التعديات آلاف التعديات الموجودة في كل مناطق الآثار. واحنا قلنا هنبدأ هذا الأسبوع ب6 مناطق: الأقصر، بر الغربي، ميدوم، سقارة، أبو سجر، اللشت، الجيزة. لا ما فيهاش تعديات، يعني أنا يهمني المناطق اللي بزورها ازاي. فالحمد لله قدرنا نوظف بيتنا ونريح بيتنا. طبعا أنا إيه إجراءات تانية عملناها بقى؟ قبل الثورة ممنوع تسلح واحد، ممنوع واحد يمسك طبعا. أنا رحت لوزير الداخلية قابلته، وافق 9000 عندي هيتسلحوا. كل واحد كل واحد هيبقى معاه بندقية خرطوش. هجمع كل كل الأعداد هتتجمع يوم كلها، وهروح لوزير الداخلية بنفسي هجيب موافقة منه، مش هبعت المديريات، وهسلحهم. أنا لو سلحتهم هبقى الحمد لله مطمئن شويه. لكن انت بقى انت بقى لو تعالى بقى في مجلس الوزراء ما اقدرش اتكلم اقول لك لا انت سيادتك عارف اكتر مني الوضع بتاع الشرطه ما حدش يتكلم فيه. الوضع وحش. كويس. حلو، وضع الشرطه وحش. يعني طب انت النهارده الناس اللي بتقبض من عندك دول وعندك حراس اثار بالجمله وعندك موظفين بالجمله، لماذا لا يقوموا هؤلاء بعمل درع بشري لحمايه الاماكن اللي استهزأوا منها؟ طب انا عايزك بقى بعدين الرجاله ما خدوش يسافروا يتكلم عليها. قالوا لي ممنوع الآلي. لكن انت بقى بتقول للناس بتوع دول دخلوا عليهم وانا عصابات بالطبنجات والرشاش والتانيين يجروا. والله عايز تعمل درع. على فكره انا حاسس ان انت مش من مصر. يعني خلاص بقت وحشه. خلاص بقت وحشه يعني. انت مش محتاج مناقشه. بس ما خدوش ما انا بقول لك قالوا لي ما ينفعش. سيادتك النهارده قالوا لي ما ينفعش نعمل بتاع ده يا طبنجه يا رشاش. انا قلت بقى الرشاش حلو في ايه؟ شكلها كبير، لكن الطبنجه مش حد شايف. فقلنا الرشاش. كم واحد 9000 لو يشيلوا الرشاش ال 9000 دول كم واحد منهم عنده استعداد انه يشيل؟ لازم لو ما شالش يمشي. هيتدربوا غصب عنه. وعمل لهم برنامج تدريبي في الامن القومي على اعلى مستوى. هو كان بدا الدكتور غير حكايه الفقراء. انا عينت بقى 5000 واحد مثقف، واحد شهادات متوسطه عشان جرافيك الاثار لما يبقى متعلم وفاهم ومرتبط كويس. واحنا بنحاول في موضوع عايز اقول لك حاجه. انا في 2002 اللي عملناه عشان نحمي اثارنا ما اتعملش في اي دوله في الدول. 47 مخزن متحف اللي انا بنيتهم عن طريق القوات المسلحه حموا اثار مصر. نمره 2 التسجيل الاثار المصريه. كذاب اللي يقول لك انا سجلت الاثار. اي واحد بيتكلم بيبعبع لكن ما تصدقش. احنا بدانا نسجل لاول مره. نمره 2 امتى؟ كان 2002 تسجيل اول مره. اول مره تسجيل علمي مظبوط بالفيديو والكل والعملنا مؤتمرات واعلنا هذا. حضرتك ليه رافض فكره البصمه الاثريه اي
ماشي خلي حسام يقول لك بعد. علميا يا فندم انت بتقول يعني رؤيتك العلميه هذه بصمه قيمه لها لا قيمه يعني بتقول كده تعمل البصمه دي في اللوحات الفنيه لكن ما تنفعش في الاثار لان الاثر ده اي واحد اشتغل في الاثار مش محتاج يجيب بصمه محتاج يقول انا لو جبت لي اي قطعه اثريه مش اي واحد اثر في الدنيا وبعدين ما حدش يقدر يقلد اثر عندنا لان في اجانب علماء اثار الاف الاجانب 10 20,000 اجنبي هيعرفوا ان ده مقلده ولا مش مقلده فانا بصمه بضيع وقت وبضيع فلوس وانا لو البصمه هتفيدني كنت اول واحد يعني احنا كنا بنتكلم في نقطه مهمه سجلنا يجي يقول مثلا لحد دلوقتي 50% 55% المتحف المصري لسه التسجيل بتاعه 55 المتحف لا لسه عملنا المتحف 60% من الاثار 20 سنه لاول مره عملنا المتحف المصري داتابيس قاعده بيانات قبل كده اي قطعه اثريه بتتنقل من هنا لهنا محدش عارف فبتضيع فعايز اقول لك المجهود اللي عملناه مجموعه الشباب على اعلى مستوى في المتحف المصري حاجه جميله جدا لكن اهم نقطه ان احنا بقى بدانا بالتسجيل حطينا 29 وحده بتراقب الناس المسافرين قبل كده ما كانش غير مطار القاهره اثارك كلها كانت بتتسرق في المنافذ الوقت انت بتعمل ضبطيات كتير جدا لكن الضبطيات دي في عرف اللي مش فاهم يقول لك الاثار بتتسرق لكن قبل كده كانت بتتسرق تطلع في الكونتينرز احنا دلوقتي حاطين 29 وحده في 29 منفذ بري وجوي بتفتش الناس فاصبح الناس خايفه تفتيش كل فندم حتى القائد الدبلوماسيه الكبار القوم بيفوتوا يعني انا عايز انت لو تعرفت انا اللي عندي حاجه اسمها كبار قوم ولا عندي واحد اسمه مسؤول كبير ولا عمري خفت من بشر ولا عمري عملت حاجه عشان ارض مسؤول في اي الدنيا والراجل ده يوم بيوم بيحفر اثار انا اقول لك ايه اللي حصل بالظبط عملنا قانون الاثار غيرناه ودخلنا مجلس الشعب وقلنا لو وانتوا عارفين لسه مش دعوه بالعبط القومي واقول لكم انا عملت وعملت لا انا قلت لو الفلان ده اللي هيعمل كذا هستقيل وامشي ونفذنا الحاجه الوحيده اللي انا زعلان منها وارجو ان احنا نغيرها ان الاثار اللي يسرقها ما يبقاش 15 سنه لازم 25 سنه ودي النقطه اللي انا هعرضها على مجلس الشعب الجديد لتغيير هذا البند ان سرقه الاثار ما تبقاش 15 سنه لان 15 سنه بتدي للقاضي حدود بسيطه ال 25 بقى ممكن تديله 15 مش وحش عندك المجلس اللي بيطلع المرسوم بالقانون ما ينفعش لا مجلس الشعب هو الوحيد اللي حاجات تسيير دي حاجات دايما يقعد تيسير حاجه القانون حاجه ثانيه لازم موضوع سيره الاثار ما بين 3 حاجات ان في ناس فعلا معروفين بالاسم وهم معروفين ان هم لصوص اثار كبار في البلد زائد ان في بعض الفتاوى الدينيه اللي بتخرج بتقول ان ده حلال زائد ان انا لما يكون عندي بيت تحته اثار انت بتديني 50,000 جنيه وبتاخد المهم 50,000 جنيه طب انا هديك الاثار ليه؟ ما انا ههرب احسن خاصه انها مش مسجله لا مسجله ولا معروفه ولا اي حاجه تحت بيت بتديني 50,000 جنيه بالنسبه للناس الكبار هذا الكلام اشاعات انا لا اعرف ان هناك اي شخص مسؤول بيسرق اثار وهو في الحكم وهو قوي وانا ليا مواقف جامده جدا في هذا الموضوع ابلغ عنه لكن انت بتتكلم كلام عام لا المواقف بتاعتك وانا ما عصابه الهرم اللي مسكت بالفعل كان لها علاقه بالناس كبار قضيه الاثار الكبرى انا بقى يعني انت دلوقتي بتدخلني في حاجات قضائيه انا بقول لك انا ما عنديش الراجل بتاع الاسم الشاعر ده اللي اتقبض عليه والله هل شفنا اسماء حد كبار غير الراجل بتاع مجلس الوطني ده كمال الشاذلي انا بقى ما عنديش كمال الشاذلي انا لو عندي فكره ولو عندي دليل اتكلم انا ما عنديش دليل وانا ما بحبش اخد دليل استنى بس نرد على النقطه الثانيه بتاعت الفتاوى هو المشكله اللي عندنا ان بعض الناس الجهله اللي هي بتعتقد ان القران الكريم يتكلم عن الفرعون والفراعنه ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن فرعون واحد ظالم وما اتكلمش قال الفراعنه كلهم طالعين فده كلام احنا عملنا برامج وعملنا النهارده انا عامل ندوه الساعه 6
للشيخ عمرو خالد في المتحف المصري عشان الناس تروح وهو يتكلم ويقول، وعملنا آلاف الندوات وعملنا حاجات عشان نخلي الناس الجهله تبطل النقطه دي. الجوائز انا اعلنت وجبت موافقات العالم كله، اي حاجه تظهر في بيتك لو ثمنها 5 جنيه هديك 5 جنيه، ثمنها مليون جنيه هديك مليون جنيه. مين اللي يقدر ثمنها؟ احنا كأسرار. وخلي بالك في نقطه مهمه، انت خصم محكم كده. انت مش يا استاذ الاقي اسمعني، المصيبه عندنا في مصر لو طلعت شواط كده يقول لك شواط ب 10 مليون جنيه، اي كلام اللي بتسمعه في القراءه ده كلام. انا بقى كأثري اقول لك ده رغم الاصل بيتقدر بالثمن، لكن احنا بنقول الحقيقه. وانا انا اتمنى يجي لي اثار من اي حد يديله، صدقني دي كل لجنه بتقول 5000 اقول له لا 10، انا بدي الضبط على طول عشان اشجع الناس تجيب لنا اثار. انتوا عايزين قاعدين تهاجموا كده بس يعني جايين ولا خلي بالكم اولا حضرتك افضل الناس في التعامل مع الاعلام، انت عندك ده الاعلام بقى انا برضه مش ان احنا يعني هو قال انا ليا مواقف جامده جدا ضد الحكم. انا ما اقدرش انا ما اقدرش اقول، انا مش هقول لا يمكن اتكلم. طب قلت مواقف طب لازم اعرف والله الدنيا كلها عارفه. لا ما نعرفش انا ما احبش الاسعاف، انا لا اهاجم جواد سقط من على فرض. هل كل النصوص سقطوا؟ لا معلش ما اعرفش غير واحد. مين هو يا سيدي؟ لا مش هيك سقط. من فضلك نتكلم في الاتصال، انا مش عايز اهاجم حد، انا راجل عندي شرف وعندي مبادئ، اللصوصيه مع اللي عمل حاجه مش مظبوطه وقفنا له، ومصر كلها عارفه القصه دي. مش داعي ان انا اتكلم وتكتبوها وان انا ببطل قوم عشان عملت فلان كذا وكذا، يعني بصراحه هتضايقوني ودي مش الشخصيه. سياده الوزير احنا متفقين، انا رافض ده متفقين فيها ورافض عشان انا ما احبش اهزق واحد سقط من على ابدا. واحنا بنحترم ده تماما يعني. احنا موافقين على ذلك. واحنا بنتكلم عن السادسه او ازاي ممكن نخلي موظف صغير في الاثار بياخد 1000 جنيه ولا 500 جنيه وهو بيحرس مليارات، يعني اللي في البر الغربي ده ما بيحرس، فازاي نقدر يعني نعمل موائمه بين المرتب بتاعه وبين الاغراء اللي ممكن يحصل له من اي تاجر او هقول لك حاجه والله دي نقطه مهمه جدا وكلامك صح. احنا حاولنا بقى نجيب بتوع الامن دول، والامن دول بدانا لهم في 2002 ب 240 جنيه. 240 جنيه ده خلي بالك في عرف الدوله كبيره قوي. يا جماعه ده بحرس كنوز، يجي بتاع الجهاز مش عارف ايه، لا ازاي موظف الدرجه الجامعه بياخد 120 جنيه قد انا الواحد حارس 240 جنيه، لكن ما عملناها بقى بطريقه قلنا عقد وعملناها. نمره 2 بقى انا جبت الاساليب بقى، وعايز اقول لك حاجه بقى، الاساليب دلوقتي اعلى فئه في الدوله بتاخد فلوس. انا عملت لهم ايه بقى؟ ازاي؟ نمره 1 جيت قلت للبعثات الاجنبيه انت بتشتغل في مصر بتجيب فلوس على قفايا، الفلوس اللي هتجيبها دي زي ما بتدي اللي عندك تدي للاسد المرافق لك، بس عن طريق انا ما ترشدش. كان زمان هو بيديله بينه وبينه، انت تديني شيك 1500 جنيه اسلمه انا للاسد، اصبح الاسد مشارك ولا قليل. نمره 2 جبت لهم بدل طبيعه عمل. نمره 3 عملت لهم السفر ده اللي بيسافر معرض وكلهم بيسافروا بيجيب 60,000 جنيه. خدوا امكانيات الحقيقه ودربتهم، وقلت لاول مره بعد الاجانب ما كانوا علماء فينا اصبحنا علماء لاول مره في اثارنا، وانا قدرت امصر الاثار المصريه. مش عايز اقول لكم قبليه كان بيحصل كده، لكن يقدر الاستاذ شايف الاثار كلها، الاجانب هم اللي كانوا بيحكموا الاثار، لم نكن نحن، احنا حكمنا لغايه 2002 بس. وعشان كده خدوني في 2006 من ضمن 100 شخصيه عشان انا قدرت اخلي العالم كله يتهز. قوانين رادعه للبعثات الاجنبيه وتنظيمها، الاجانب في كذا، المصريين في كذا، كله، وقدرنا نقول ولاول مره علينا نمصر الاثار المصريه. مصر اللوفر ده اللي كان بيحكم مصر انا وقفت بعثته والدنيا اتقلبت، وساركوزي اتصل برئيس مبارك وقال له الحقني ده وقف بعثه اللوفر. بمناسبه البعثات الاجنبيه دكتور زاهي
حاله ركود في السياحه. وحضرتك كنت بتتبنى المعارض الدوليه او قامه معارض الاثار المصريه. ليه احنا ما ننشطش مساله المعارض الاثريه ونعرض صوره مصر والناس، نربط الوقت اللي في الثوره، الناس اللي عايز سمعت عننا بنعمل ثوره متحضره جدا، والناس يبقى في لهفه وشوق تتعرف على الحضاره المصريه. وسط ده انا في جزء ثاني. دلوقتي حضرتك اعتقد انا حسب قراءتي ان نقل المتحف المصري للمتحف الكبير خلال، طب انا دلوقتي في كلام ان ميدان التحرير نفسه هيبقى من اهم المزارات السياحيه في مصر، بالقرب من المتحف المصري في موقعه الحالي، يبقى اذا انا عملت تكامل سياحي بين الاثنين في ميدان التحرير ووجود المتحف المصري، يبقى انا خسران لو نقلت المتحف المصري للمتحف الكبير. لا كفايه هرد عليهم وبعدين جاوب بعد. مستقبل الاثار الجديده والمناطق الاثريه اللي في مصر، احنا بنتمنى الخير للبلد ده في المقام الاول، والاثار يعني محور مهم جدا للدخل القومي والدخل السياحي. طب احنا لو ايه المستقبل الاثار الجديده؟ مثلا بلد زي سوهاج بيقولوا غارقه او خميم، على ليه ما فيش اجتهادات او تنويم وهي اولى؟ يعني انا رايي انها اولى من مناطق صناعيه جديده. حاجه جاهزه وكويس وتطلعها، مش لسه نسوقها ولسه نعمل ايه، بنسوقها بالفعل. بالنسبه للمعارض انا فعلا بفكر عشان الازمه الماليه اللي احنا فيها ان نعمل معرض كويس يجيب الفلوس، والمعرض ده بينتج عنه دعايه سياحيه اعلاميه سياسيه. لسه هنفكر فيه، هعرض هذا الموضوع على مجلس الاداره وهنفكر ان احنا فعلا محتاجين نقلب الدنيا بمعرض كويس جدا زي ما حصل ايام انقاذ معرض ابو سمبل واثار ابو سمبل وفيلة، بعتوا اندر 55 قطعه من اثار توت عنخ امون وما جابتلناش ولا مليم. انا بعت 50 قطعه من توت عنخ امون قد كده الواحده، جبت 100 مليون دولار 100 مليون دولار وعملت دعايه لا تتصور. انا بعمل دلوقتي حاجه كويسه. انا كنت متحف الحضاره اخر قاعه فيه كانت هتبقى عام 1952 ثوره 52. فلما حصلت الثوره دي قلنا لازم نعمل فكره قاعه 25 يناير. جاي فعلا شباب الائتلاف بتاع الثوره وقلت لهم احنا عايزين نعمل سيناريو، واحنا بنشتغل دلوقتي في عمل سيناريو 3 قاعات بتاعت ال 18 يوم. هتلف. لما انا اتكلمت مع حد كده، حد نشر لقيت جالب 12 مدينه اوروبيه بتطلب استضافه هذا المعرض 12، وجبت واحد الماني ينظم التنظيم بتاع المعرض، وبنعمل دلوقتي حاجات بالصوره والصوت والشباب مرافقين للمعرض بحيث يبينوا ازاي هم غيروا وجه مصر. مصر دي يحكمها شخص من 5000 سنه. اول مره شباب يعملوا لنا نظام ديمقراطي على المستوى ده، ما حصلش 5000 سنه واحنا حكم الفرد، وبالتالي التغيير اللي عمله الشباب ده المعرض لما يرجع هيبقى في متحف الحضاره. ورحنا متحف الحضاره اخترنا المكان لهذا الموضوع. نمره 3 المتحف الكبير، المتحف المصري زي ما هو. احنا في هيحصل ايه بقى؟ احنا عندنا 3 متاحف عظيمه. المتحف المصري الكبير اعظم مشروع ثقافي اثري في الدنيا وهيغير وجه مصر لانه حاجه جباره، والمتحف الحضاره ومتحف التحرير. المتحف الكبير هيبقى فيه توت عنخ امون، الاثار الجميله. المتحف المصري هيبقى فيه روائع الفن، التماثيل، يعني تمثال خفرع تيجي تحط حواليه مين اللي اتكشف ازاي. هتغير شكل المتحف من خلال الروائع ده. ومتحف الحضاره بيتكلم عن حضاره مصر تنتهي ب 25 يناير. فانت المتحف المصري موجود، وده حاجه معماريه فريده من نوعها. ولو انت رحت شفت التغييرات اللي تمت في المتحف المصري، عاملين معمل DNA بتاع تحت الارض، عاملين بيت الهدايا اللي زي متاحف امريكا حاجه تفرح، عاملين مطعم 5 نجوم، عاملين كافتيريا، يعني الحقيقه عاملين حاجات كويسه فيه. نيجي بعد كده للاثار. هو اخميم ده انا دافع 200 مليون عشان انقل الجبانه عشان احفر اخميم، وهو اخميم مقفوله فيها تمثال. مين يا فندم؟ الناس رجعت تاني. الناس رجعت تاني. 6 وزير بعد 200 مليون. الناس رجعت تاني. في معلومه ان الطريق الكباش الناس اصلا حتى خيام قاعده حاطين بيوتهم. انت الانفلات الامن اللي حصل ده بوظ الدنيا. يعني اخميم بقول لك انا هدفع 200 مليون، وقلنا ان انت عارف اخميم دي ظهرت في القرن التاسع الميلادي. بعض الرحاله قالوا ان
احتمال بقى الاقصر بمناسبه الباش، هل المرحله اللي عمل فيها اللي اشتغل فيها الدكتور سمير فرج وعمل فيها شغل، هل هيستمر تاني ولا بمجرد مشيان سمير فرج ومجرد مشيان الوزاره يعني هيستمر المشروع ولا هو احنا بالنسبه لطريق الكباش، انا الاقصر تم فيها حاجات كويسه، لكن لا زلت بقول ان الاقصر دي مش نيويورك. لازم تخلي جمالها في الست اللي ماسكه الطشت وقاعده والفراخ حواليها، ما تنظف وتعمل لها المهم. طريق الكباش احنا خلصنا ترميم وحفاير كله ما عدا 400 متر في النص. هذا 400 متر ما اعتقدش انها هتتم. هو كان سمير فرج اللي يقدر يتم. ليه بقى؟ 2 كنيسه وكابلات الكهرباء والدنيا كلها. هو وافقوا الناس قدامهم مكان الكنيسه. انا عارف بس ما اعرفش بقى المحافظه يعمل ايه، لكن اجمل حاجه ان احنا الطريق ده كله اللي هو 2 كيلو 600 متر احنا رممنا كل الحتت وحاجه على اعلى مستوى. لكن طبعا زي ما الاستاذ حسام بيقول تعديات الاهالي بعد الثوره فظيعه. البر الغربي حاجه تعديات بشعه. احنا باذن الله مع القوات المسلحه هنبدا بالشرطه نزيل هذه الحاجه. يعني قلنا ده ملمح من ملامح انفلات الامن على الاثار طريق مش ملمح بس ولا بس ده كل مكان في مصر زي يعني جبانه 15 فدان في جنوب سقارة بنوا مقابر فيها على مستوى فظيع. مسجد على الطريق الصاعد بتاع هرم المتر هنا جبانه ضخمه. ابو سير 10 فدادين جبانه. دي بعض الحاجات البشعه اللي تدل على ان لا يمكن بشر في الدنيا يعملوا في اثارهم بالشكل. في بعض التهمات بالمعارض الخارجيه يا سياده الوزير بتقول ان القطعه اللي بترجع قطعه مقلده. اللي يقول الكلام ده توديه بهمه مستشفى العباسيه يقعد هناك سنه ينظف مخه وبعدين يعمل فيه. لا يمكن ولم يحدث. شوف انا يعني مسكنا الاثار عملنا سياسه. قلنا ايه؟ نمره واحد نتفق يا جماعه علماء الاثار ايه القطعه اللي ما تسافرش. تمام؟ نمره اثنين نعمل نظام تامين على مستوى عالي. نمره ثلاثه تتغلف مظبوط. نمره اربعه يطلع معاها ضباط واثريين ومرممين يحافظوا عليها وقاعدين معاها على طول. نمره بعد كده استفاد ايه بقى؟ لازم استفاد فلوس. لازم استفاد سياسه. لازم استفاد سياحه. لازم استفاد اعلام. وده بيحصل. لو جيت معرض وشفت ايه اللي بيحصل مش هتصدق. انت لو شفت في المده اللي فاتت ما تلاقيش حد بيهاجم المعرض. ليه؟ لان احنا شاركنا كل الناس. لا تعالوا دي مش اثار بتاعتنا بتاعتكم. انتوا اعملوا السياسه. وفعلا دخلوا في اللجان وعملوا السياسه. اللي بيقول الكلام ده صدقني واحد مخه عايز يهاجمك يقول اي حاجه باي طريقه. لكن انا اتحدى اي انسان في الدنيا ان يقول لي قطعه اثريه واحده. ده القطعه دي الراجل راح معاه رساله حط التدريب الرصاص مقفوله ما تتفتحش غير بالاثري والمرمم. يعني اجراءات لا تتخيلها لازم تعملها عشان تقدر تفتح فتحيه. ونمره ثلاثه بقول لك اي اثري في الدنيا لو بص لدي اثار انا من بعيد اقول له لا مش اثار. في الجورنال قطعه جايه من المكسيك نشروه انا قلت لهم اتحدى ان دي اثار وهترجع واثبت لك واقول لك ان دي مش اثار. الراجل اللي كان استاذ زهيد او الراجل اللي جاي طلع مشهور في الديوان ما اعرفوش. انا ما بقراش يعني حاجه عن غير انا عارف حاجات اثار. فالراجل انتوا زعلان جدا هو الدكتور ايه؟ الدكتور ايه؟ زهار. فلقيته زعلان يعني ما بتقراش حاجه قليل او راجل جميل بشكل واتضح انه راجل مشهور وانا ما عنديش فكره. فلما جاب القطعه الاثريه انا شجعتهم لان كويس ان هم بيفتشوا الناس وقلت له حتى لو انتم مش متاكدين ابعتوا لي برضه. فكانت حاجه جميله منهم ان هم فعلا 58 قطعه قلب زائد 1200 من لا 54 مكتب مصري رجع ما عادش غير 31 بس المسؤولين. اخر قايمه 1228 بالظبط اللي هو 1228 القايمه الحمراء. بس زي ما بقول لك القايمه الحمراء دي ما فيش فيها تمثال فريد اقدر اقول ازعل عليه. انا اللي كنت الحاجه الوحيده اللي زعلان عليها خدمتهم اللي جبناها من الزباله. زي النقطه دي على قطعه مكرره بالظبط.
مسجلين ما حدش يقدر يتصرف فيهم. استحاله بعد 100 سنه ممكن يجيب ولا يمكن. شوف، يا اما هيرميها في الترعه عشان ما يروحش، لان دلوقتي 15 سنه مجلس القوات المسلحه بتدي 15 سنه سجن قانون 20 انا عايز 25. لكن اللي بقول لك الحاجه والبره مش قادر يعرفها. يا يحطها لنا عشان ترجع. طب ماذا عن قطع الحفاير؟ ما هي دي بقى مش حفاير، اللي اسمها حفاير خلسه. دي اسوأ حاجه بتتم عندنا. لكن انا عايز اقول لكم حاجه. النهارده انا اجتمعت مع مجموعه من الامريكان جايين عشان يساعدونا، وجايين من طرف الحكومه الامريكيه ايه اللي ممكن يعملوه للاسر. وجابوا لي حاجه موجوده منفذه في كل دول العالم دلوقتي، اللي هو الساتلايت ايمج. فجابوا لي صوره لابو سيف في 2008 مفيش حاجه، و2009 و2011 الجبانه المتعديه. فمن خلال الساتلايت ايمج دي يسموها بالعربي اللي هي الاقمار صور صناعيه تقدر تحمي، لان الحفاير الخلسه النقط طبعا كده تقدر نحمي. لكن ما فيش، لان مصر كلها الحديثه مبنيه فوق مصر القديمه. اسوان، ادفو، كومومبو، اسكندريه، المطريه، لو حفرت في وسط بيتك بتلاقي اثار. فصعب جدا. وبعدين حصل فيه مشاكل الكنز والرسائل. مثلا انت تكلمني في التليفون في موضوع كنت عايزك فيه، رساله كانت مراتي مش عارف ايه ومحمد ايه، يقول محمد. طبعا الفهلويه موجودين، الرسائل دي كلها نصب على الناس بحيث ان انت تتكلم يقول لك طب تشوفها ويبيع لك اثار مقلده. وبعض الصحفيين عملوا صفحات وقال لك تتبع العصابه ونشر الصور كلها قطع مقلده بتاعتها. سياده الوزير اللي لاقي السياده بتتكلم عليه ان واحد يلاقي حاجه، واحد يلاقي حاجه ويتكلم عنها، او عاوز واحد انت الساتلايت ايمج ده لما يلاقي انه سي من الناس بيحكم اسفل بيته، انت محتاج قوه انتشار سريع، محتاج حد يطلع. هو ده يبقى موجود في كل محافظه. ما هو احنا عندنا الاثريين اللي هيمسك ده هيبقى في ده في الاقصر مثلا. طيب فيبقى الساتلايت دي انا عندي في سيستم، لا في شاشه عليها الصور قول له ان الحته الفلانيه اول حاجه هتتم الان سبب كذا او تعدي بالشكل الفلاني اقدر. الصور دي غاليه الحقيقه، وهم هيشتروها لنا. وطبعا هنشوف بس عشان الامن القومي لازم ناخد نص الامن القومي. انا غير اهم المناطق اللي عندي، هنختار 10 مناطق نبدا بيهم ونشوف النظام ماشي ولا لا، وناخد نص الامن القومي على الحاجات دي كلها عشان نقدر. لكن انا حاسس ان دي هي الحل الوحيد عشان نوقف الحفاير الخلسه اللي بتتم في مناطق كثيره في مصر. نستفيد بجوجل ايرث. نستفيد بجوجل ايرث. هي صور القمر الصناعي. جوجل ايرث. هي جوجل ايرث. هو دلوقتي البعثات الاجنبيه يا فندم بتاخد نسبه من الاثار المنتشره؟ لا اطلاقا. اولا نمره واحد كان القانون بتاع 83 مديهم 10%، قانون 2010 لغى النسبه تماما. ممكن اتفضل. امتى هنفك الارتباط والارتباك بين الاثار والاوقاف والمحليات؟ في 80,000 مليون اثر ملهمش صاحب في مصر. عايزهم بالاسم وممكن لا انا هقول لك كلامك مظبوط. احنا لما جينا عملنا قانون الاثار الجديد كان في نص يعني قدامنا موضوع الاوقاف. هو المحليات مفيش مشكله، لان المحليات القوانين بتاعتنا بتوقف اي حاجه في المحليات. المشكله كلها الاوقاف. يعني انا مثلا اكتشفت ان حاجه يعني كسوه الكعبه هي حاجه خاصه بسيدنا محمد، يعني حاجه خاصه مهمه جدا، ولقيتها في بتاعت الاوقاف ومش مسجله اصلا. طب ازاي؟ انا الحقيقه القانون اللي احنا عملناه ده بيفض العلاقه، لكن ما ينفعش افضها بالقانون. لازم اقعد مع وزير الاوقاف وبتوع الاثار وبتوع الاوقاف ونقعد نحدد موضوعين. الموضوع الاولاني القطعه الاثريه اللي انت بتقول عليها دي،
علاقه بين الاثار وبين طب ايه يمنع اللقاء؟ لا ده اتفقت مع وزير الاوقاف اوريدي وقلت له انا جاي لك والراجل وافق ورحب وهنعمل اجتماع موسع بيننا وبينه عشان نحل كل هذه المشاكل. هل من السهل مثلا ان المحليات تيجي على اسم شارع له قيمه اثريه او له كذا وفجاه تسميه شارع؟ انا مش مسؤول عن ده. لا ده مين المسؤول؟ اللي مسؤول بقى شارع مثلا تاريخي زي شارع سوق السلاح فجاه بقى اسمه شارع علوي حافظ. انا غير مسؤول عن الموضوع ده لان سوق السلاح مش شارع اثري. المسؤول عن هذا الموضوع مش شارع اثري؟ لا يعني في اماكن اثريه عندنا 300 اثر فيه دلوقتي. استنى انا اقول لسيادتك حاجه. في اماكن اثريه لكن انا ماليش دعوه بالشارع كشارع نهائي. لا املك تغيير اسمه. اللي مملك هذا الموضوع المحافظ واللي ممكن يعترض على هذا جهاز التنسيق الحضاري بس مش انا. يا فندم احنا غيرنا محطه رمسيس محطه ده سؤال لوحده احنا مالناش دعوه في حاجات انا ماليش دعوه بيها. انا لا سميتش ده الاثار سمت بدان رمسيس ده بدان رمسيس. لا انا اقصد ان يعني لا هو مكان اثري. هو طبعا كلامك صح 100%. انا بقول لك بس ان انا مش في سلطتي اتدخل لكن انا معاك ان دي جريمه ان انا سوق السلاح ده موجود ده شيء ومرصود ان انا ارجع اغيره. شارع علوي حافظ ايه بقى؟ مين علوي حافظ ده؟ واحد كنا بنتكلم عن موضوع محطه رمسيس دي لانه بقول لك في علاقه بين نقل التمثال وبين عايزين يسموا الميدان فوق ميدان مبارك. ولا اولا هذا برضه بصراحه هذا من الكلام السيء. انا موضوع نقل التمثال ده موضوع فكره اثريه 100%. صحيح. رحت لقيت التمثال كباري حواليه مترو انفاق تحتيه جامع وكنيسه مباني عشوائيات التمثال بتاع زمان ايام السيما اللي كان واقف وبيطرطر ده ما عادش موجود. كانت حاجه جميله. انا كنت اروح اقعد والله هناك اتفرج. التمثال ده لقيناه هيتبهدل. نمره 2 احنا هنحطه في المتحف الكبير. فعملنا دراسه على مستوى عالي. حتى الدراسه دي بينت للناس لما تعمل جوب ديسكريبشن وتوصيف لوظيفه لكل واحد. احنا نقلنا النقل ده كان اعظم حاجه تمت. فطبعا قال لك بقى ده عشان اليهود ما اعرفش ايه لكن هذا لم يحدث اطلاقا. لا الاثار لا الاثار ما اتعملتش عشان الميدان اطلاقا. بس اتفضل غلط تحط في الميدان. انا ما ينفعش. الاثار لازم تحترمها وتحطها في متحف او مقبره او معبد. لكن انا معاك بقى اعمل نماذج. انا دلوقتي عندي تمثال عندي ولا بقول لك كلام سيادتك بقى انت عايز خد نماذج زي التمثال رمسيس اللي في شارع بالزبنه حد عارف ماشي هيعرف ده مقلد ولا حقيقي؟ لا. فاللي انا عايز اقول لك صدقني الاثار انا يعني اتمنى لو في ايدي لكن انا لما اشوف اثر في الشارع مكانه المتحف تعالى بقى اتفرج عليه في المتحف الكبير هتبقى فرحان من الجمال والعظمه وتحس بالرهبه. لكن بالذمه هتحط المساحه ولا في المدخل بيقابل كل سائح جاي مصر. سيدي الوزير انا مشفق على كم الاثار الكبيره في مصر وحجم الانجاز في الاهرامات. لكن لما بمشي في مصر القديمه بشوف اماكن كثيره اثريه تحولت الى يعني مش عاوز اقول لك يا اما مزبله يا اما انهيارات يا اما انا في صبري. كلامك صح. وانا بقى بعيط يعني الزباله انا مش مسؤول عن ان انظف حوالين الاثار لكن انا بحاول انظف. لكن شوف انت بتتعامل مع الناس اللي عايشين جنب مناطق الاثار. الحقيقه انا ما اعرفش يشيل الزباله من بيته يحطها على الاثر. لا الاثر نفسه متدمر يا فندم. الاثر نفسه يعني ضايع. انا ما بتكلمش ان هو بقى احنا رممنا. شوف شارع المعز ده اللي اتعمل فيه شيء لم يحدث والسيده زينب والكرامات اللي تمت فيها وباب زويله حاجه عملنا شغل في الاثار الاسلاميه ما حصلش. وباذن
في ضرب اللبان هتبقى معجزه. ولا باريس مشروع بنعمله دلوقتي بنراكم دلوقتي والجماليه هيعمل فيها ايه؟ هنعمل بقى ترتيب نظافه الشوارع، نعمل تهيئه لبيت حسن فتحي، نعمله حاجه، نعمل يعني ترميم الاثار اللي موجوده، ونعمل استعمال لكل الاثار اللي موجوده في هذه والارتقاء من المنطقه. وارتقاء. احنا ممكن نطلب دعم عالمي لانقاذ اثار مصر باعتبار ان اثار مصر دي ليست ملك مصر فقط، ودي لما انا بعمل جزء من انهيار كلامك. انا بعمل هذا الموضوع دلوقتي، بقول ان الاثار المصريه لا تخص مصر فقط بل تخص العالم كله، وانا بعمل استكتاب ان العالم كله ما دام دي اثاركم لازم تشاركونا. مش احنا بس نصرف البلايين. المتحف المصري الكبير هيتكلف 800 مليون دولار، صرفنا 130 مليون لحد النهارده. المتحف الحضاره اكثر من مليون وين. ال 22 متحف بنبنيهم، تطوير المناطق الاثار، نجيب فلوس منين؟ ده حتى الدوله لو ادتني ما ينفعش. فلا بد ان اليونسكو، وانا قلت لبتوع اليونسكو ما ينفعش المشاركه بتاعتكم تبقى مشاركه فنيه. انا مش عايز، انا عايز ان انتوا تعتبروا ان هذه الاثار هي اهم اثار فريده في الدنيا. كان في فكره يا دكتور ان بمناسبه الدعم دي ان في بره في العالم، كل دوله في العالم في متحف مصر في الاثار المصريه. يعني طبعا انت مش هتقدر ترجع الاثار وخرجت من السينمات، كان في فكره ان ممكن جزء من موارد هذه المتاحف تيجي لمصر. ما ينفعش. ليه هو مش حق ملكيه فكريه. يعني انا دلوقتي اذا كان في ملكيه فكريه للحاجات الحديثه، انا دلوقتي انا داخل انا لما بدخل معركه لازم اكسب. انا عندي قلت في ست قطع تماثيل فريده لازم تيجي مصر، حتى لو انا اديتها لك كهديه قبل كده. وبدات من فتيتي وجيت قبل الثوره قعدت المتحف بالليل. الحقيقه يعني مش عايز اقول لك السفير هناك كان معترض، لكن انا دخلت في الموضوع بقوه. وبعد كده بعت لهم جواب قالوا زي حواس ده مش وزير، احنا عايزين الجواب من وزير الثقافه. فعملت الثوره فانزل. فانا الجواب اللي انا الجواب اللي انا بعته ما قلتلهمش فيه انتوا حراميه ازاي. قلت لهم التمثال طلع بطريقه غير قانونيه. الجواب الثاني اللي هبعته هذا الاسبوع هو لك وزير بقى هحط فيه رسمي، وكان الدكتور نبيل العربي عضو في اللجنه القوميه لاستعاده الاثار المسروقه، اللي هو من ضمن الناس اللي ايدوا ووافقوا على ان احنا نطلب استعاده. فانا عايز بعد الطلب ده ننظر لهذه القضايا، بس انا مش عايز ادخل لان هم بيعتبروني ان انا عدو العالم. نتيجه يعني انا اسف ان انا اول مصري في الاثار يقف قدام العالم بالقوه دي. فبالتالي انا بالنسبه لهم عدو. فانا عايز ابقى عدو محترم، يعني ما ادخلش في قضيه وقضيه وقضيه، ادخل في قضيه واخلصها، ادخل في الثانيه وادخل في الثالثه. بمناسبه القضايا قريب يعني منتظرين ان احنا باذن الله سنوقع اتفاقيه بيننا وبين امريكا لعوده الاثار. احنا عملنا 19 اتفاقيه مع كل دول العالم، ودي من الانجازات اللي عملناها. بنعمل الاتفاقيه رقم 20. انا اتمنى ان انا اروح اوقع الاتفاقيه اللي على طلبهم ونرجع القناع خاص القناع. سيد وزير قلت ان في 6 قطع مهمه قوي انت حطيتها من ضمن اولوياتك ودول كلهم موجودين. قلت لنا على رأس البوتيكي او البوتيكي حاجه رشيد رشيد والقبه السماويه في اللوفر حاجه لطيفه لو رجعت وتمثال مهندس الهرم الاكبر في هيلدسهايم في المانيا، وتمثال رمسيس الثاني في تورينو في ايطاليا، وتمثال مهندس الهرم الثاني في بوسطن في امريكا. سيادتك انت اولويه النهارده دراسه كويس. وانا بنعمل المؤتمر الثاني. ما نقدرش نمشي الدراسه سيادتك يعني ما ينفعش. لا شوف دي قضايا شائكه، ولو انت حاربتهم مع بعض هيتفقوا ضدك. لكن انا عامل مؤتمر الثاني لاستعاده الاثار المسروقه، كنت عامله في ابريل، اجلناه. بيرو عايزه تعمله عندها، لان انا ساعدتهم في عوده 12 اقناع كانوا موجودين في جامعه ييل لمده 50 سنه، والجامعه اللي تقول لا. جالي وزير خارجيه قال لي انا سمعت ان انت عامل حاجات كويسه في عوده الاثار، المشكله بتاعتي كذا. قلت له هقول لك نصيحه مهمه، انت مسافر بيرو امتى؟ قال لي بكره. قلت له بعد بكره انت بنفسك كوزير خارجيه
تعمل مؤتمر صحفي تجيب الاعلام بتاع البلد كله وتقول لهم انا قررت، بس لازم تعرف مدير رئيس جامعه ييل اسمه ايه. تقول انا قررت حكومه بيرو ان ترفع قضيه على فلان الفلاني رئيس جامعه ييل في امريكا وقضيه اخرى في بيرو عشان نرجع وهنطلب بحبسه. الراجل عمل المؤتمر ده تاني يوم الامريكان قالوا الناس بترجع رجعوا له كده. رئيس الجمهوريه كلمني بعد اليوم امبارح بيقول لي احنا يعني لا يمكن ننسى الدور اللي انت عملته. وانا كل اللي قلته ده نصيحه. دور اعلامي اللي انت عملته حاجه اعلامي مش عمليه اعلاميه وليس لا انا فاهم. خلي بالك الاعلام ساعدني الخارجي مساعده فعاله في عوده 5000 قطعه اثريه، ودورنا في عوده الاثار المسروقه هز الدنيا كلها، لان احنا ما عفناش عن حد. عالم اثار شاف قطعه اثريه وجالي دليل اوقفوا عن العام ما يجيش مصر. وقفت واحده امريكانيه، واحد انجليزي، واحد الماني. عامل عمل في مصر ما يشتغلش. اللوفر بعثتك ما تشتغلش، اللوفر كان بيحكم مصر. لما تيجي انت توقف متحف اللوفر للعمل في الاثار الدنيا تتقلب. بص في ناخد اثار مصر يعني اللوفر ناخد اثار مصر. صندوق تنميه ثقافيه سياده المشير بتاع في نقطه كانت هو لسه الرموه بين المشاركه في المخازن السيادي بتاع المحافظات والمحليات والكلام ده. احنا عندنا مخازن كثيره جدا، يعني مثلا كفر الشيخ في مخازن في اثار اوروبيه وكفر الشيخ وما اعرفش ايه كلها يعني ولا حد يعرف عنها حاجه. مطلوب ينعمل متحف اثار في كفر الشيخ، مطلوب متحف اثار في الاوروبيه، مطلوب متحف اثار في الغربيه بتاعتنا. وعشان انت قاعد في الجمهوريه وقافل على نفسك شوف نرى واحد. اولا في فرق بين مخزن مليان. انت عشان تشوف حاجه في متحف لازم تبقى جميله، ما تشوفش فخاره، ما ينفعش. فما عندناش الديزرت اللي هي الحلويات بتاعت المتاحف. يا دوب المتاحف اللي عندي يا دوب اليوم. نمره 2 احنا عندنا متحف رشيد سقف، متحف في طنطا، في كفر الشيخ عندنا متحف بيعملوا تعليم للاطفال بالضبط دلوقتي جديد بنعمله. طب ما عملناش عندنا هنفتح متحف السويس. رئيس الوزراء كانت اسمه الخميس لا اجله. عاملين متحف في العريش، عاملين متحف في سوهاج، عاملين متحف في الاسماعيليه، ببورس. ما فيش محافظه في مصر 26 متحف بس المكرمه دي انا رايح عشان خاطرك واخدك معايا. والله لو ابقى رايح واخدك معايا. معالي الوزير بس خلي بالك الاسبوع الجاي انا رايح. معالي الوزير انا بختلف مع حضرتك في مساله ان ما عندناش الحلويات. ده بره الشقفه اللي بنتكلم عليها دي ممكن يعملوا حواليها حدوته. طبعا احنا اغنياء، احنا اغنياء عندنا كم يعني انا ممكن اقول ان احنا كم اي متحف في الدنيا حتى في شقف يبقى تعليم في العالم كله. هم هيموتوا عشان رفض التكليف اللي محليه بقى بالمين هي وتيجي. صدقني المتاحف بدون صدقني المتاحف بدون قطع فريده ما تمشيش ولا حد يفهمها. على ذكر الاكتشافات يا دكتور، انت في قرار خدته الاكتشافات الاثريه في وجه القبلي اعتقد بنسبه لا مش الحفاير الجديده. وان انت قلت لي في عباره شهيره عن المكتشف من مصر 30% فقط 70% فقط. هل لسه قرار احنا قلنا ايه؟ احنا القرار ده قرار مهم. احنا قلنا بس المصريين اللي اشتغلوا، لكن اي اجنبي يجي جديد لا. قلنا الاجنبي اللي عايز يشتغل يساعدني، وانت ما تجيش في الصعيد عشان فيها اكتشافات بتاعه وتشتغل. انا الوجه البحري الزراعه والميه هتبوظ الارض. الصحراء لا عندي طياره ولا عندي عربيه غاز بتستنى الصحراء. فبقول لهم احفروا في الدلتا واحفروا في الصحراء وانا اوفر لكم اي حاجه، لكن تيجي الصعيد ماليش دعوه. والبعثات القديمه تخلص شغلها. اللي يحفر في الصعيد المصريين بس.
سياده الوزير في عندك مشكله بالنسبه للمحافظات انه بتيجي تكون حاطط كردون على حته وتقول دي مناطق اثريه وممنوع التعامل معها، ويظل هذا الكردون سنوات طويله دون ان يقوم او تنتهي الاثار بالفعل من فحص هذا المكان ما اذا كان اثري او لا، او اذا كان في اثار او لا. والنتيجه ده انه مساحات كثيره من المحافظات معطله، المحافظات تتهم الاثار بانها السبب وهو هذا التعطيل. شوف طبعا كلام حضرتك ده في شق صح وشق صح. الشق اللي الصح الاولاني ان احنا بنقول بنصور ده اثار معينه بندور، لا احنا عندنا حضرتك خرائط كامله واطراز كامله بكل قطعه اثار، قطعه ارض اثار في مصر. قطعه ارض يعني اي ارض اثار بتاعتنا مفيش شك فيها ان دي ملك الاثار ده. لكن اللي حصل دلوقتي ان كل الاماكن دي موجوده بين السكن. فانا بقول للناس انا مش عايز اتعامل مع اهالي، يعني انت ما تجيش تقدم لي جواب وتقول انا عايز احضر دي. ليه؟ لان انت ممكن تتعامل مع الناس اللي عندي واحصل مشاكل ورشاوي وكلام وكان بحث. فانا طلعت قرار انا بتعامل مع المحافظات او المحليات. في مشكله عامه ابعتوا لي. 70% انا بحضر ده على حسابي مش على حساب الاهالي. وحليت مشاكل كتير جدا في الدلتا، بحفر التل الاثري بسلمه للاملاك الامريه هي صاحبه الارض. انت عارف الاراضي دي مش ملكي، دي ملك الاملاك، انا اللي ملك فيها الاثار. فبحفر واطلع الاثار واديها للناس. وانا مستعد لاي مشكله، بس لازم المشكله تيجي من دراسه من محليات او محافظ. مش عايز واحد يبقى شخص بس اللي هو ممكن يستفاد من الوضع ده. العائله المقدسه فعلا رحله العائله المقدسه دي مش ممكن يتم الترويج ليها سياحيا بشكل مهم. الترويج ده اتعمل ترويج لا تتخيله. اتعمل كتاب واتعمل فيلم واتعمل بروشور سياحيه خطيره. بس المفروض بقى حضرتك لتكميل الكلام احنا عندنا مشكله في شركات السياحه اللي بره ولا هنا مرتبطين ببرنامج الهرم المتحف الاقصر اسوان اجري 3 ايام. ما بيعملش بروشور عشان هو يسوق الحاجات الجديده. ده انت ممكن تعمل مصر 1 ومصر 2 و11 و12 وتشوف حاجات جديده ما شفتهاش قبل كده. لكن للاسف احنا شركات السياحه غلقه نفسها على حاجات معينه. في بعض الشركات الناصحه اللي بيعملوا بالتسويق التفكير ده، لان الكنائس كلها في العالم بره. لو انت رحت البروشور تروح سيدنا المسيح مع ستنا مريم طلعوا مشكاوا وعملوا كذا وعمل كذا وعمل كذا. ده انت عندك حتى اليهود ممكن تعمل لهم. هل ده في نشاط السياحه اللي بتاخد ايام من اسرائيل او اسرائيل مسيطره شويه فبتدينا الفائض بتاعها في هو شركات السياحه الاسرائيليه بتاخد وقت السايح اكتر من مصر نتيجه لشطارتهم. واحنا رغم ان عندنا هم ما عندهمش حاجه وعندهم الخطر وعندهم الدنيا واحنا عندي كل شيء جميل. لكن للاسف الاقي رحله سياحيه يقول لك رايحين اسرائيل 7 ايام والقاهره 3 ايام. مصيبه. التنسيق موجود بس انا ماليش دعوه بالزيارات. انا شخصيا اتمنى ما حدش يزور الاثار كتير. السياحه عدوة الاثار. السياحه عدوة الاثار. بس هي صح. لازم بقى فرق ايه بقى؟ توافق بين السياحه كدخل قومي عشان احافظ على الاثار. لكن انا بتمنى ان ال7 مليون سائح اللي كنا دول هم يبقى خليين مصر تبقى غاليه. يعني انت لما بتروح بلاد معينه يقول لك الاوتيل في 500 دولار. انا نفسي الاقصر واسوان دي الاوتيل ما يقلش عن 500 دولار عشان اللي يجي هنا الفوق يبقى ب 1000 فوق. فلازم تخلي مصر عشان تقلل السياحه والتغليه دي النسبه اللي هتجيلك هتجيب لك فلوس قد 20 مليون سنه. وهتحافظ على الاثار بقى لان النفس والشرب والدنيا ممكن تبوظ الاثار تاني. بس انا بقى في الاماكن بقى بفتح اماكن وهعمل لاول مره في وادي الملوك هعمل 3 مقابر نماذج عشان اقفل الاصل. والتجربه دي ناجحه جدا في فرنسا في اكواخ ليسكو. الناس ملايين بيزوروا الكوخ وسايبين الاصل محافظين عليه. طب هتقول لي السائح طبعا السائح عارف. السائح هربني لما يعرف ان انا قاتل الاصل عشان احافظ عليه. هم 3 مقابر بس اللي خايف عليهم، مقبره سيتي ونفرتاري وبيت عن بس. وده مطبقه في فرنسا ونجحت
ووافق وزير الماليه ان هيدينا مرتبات الوظيفيين اعتبارا من 1/7. بس انا خازن السكن شغال فيها. ما هو انا بقى عايز ربنا السكن شغال فيها. هل الكلام ده كله؟ ما انا لو جبت الميزانيه من هو دخل الاثار كان يتراوح من 120 مليون جنيه. لو جالي ما انا خالص انا بقول لك دلوقتي ما عنديش. انا بقول لك انا من 1/7 هاخد الاعانه السياديه للموظفين. اللي هيجي لي بقى من السياحه والمعارض هصرفه على ترميم الاثار والمعامل المخازن والحاجات دي. ممكن يا دكتور لان عامل خطه، يعني انا دارس الموضوع وعاملين خطه مظبوطه، عارفين احنا هنمشي ازاي وهنعمل ايه. لان انت خلي بالك دلوقتي السياحه احنا بنقول للدنيا انا باتفاق مع وزير السياحه عاملين خطه تسويقيه انا وهو مع بعض. هنسافر اماكن عشان احنا كمسؤولين في الدوله نقول للناس تعالوا. احنا عايزين نقول للناس رساله مهمه. الرساله الاولى ان انت ان مصر انا وانت بنتخانق مع بعض، لكن ما دعوه بالاجنبي ده، الاجنبي احنا بنحافظ عليه. المليون سائق اللي كانوا موجودين انا متصور مش ولا سائق جرى له حاجه. اللي حامل متحف مصر الشباب دول اهم 3 حاجات احنا هناخدهم. وعندنا اكتشافات اثريه هنعلنها قريب، عندنا اماكن هنفتحها هنهد العالم كله عشان السائق ده. فالسائق مش هيجي لك غير في سبتمبر، الاجازات لما تخلص والموسم يبداوا يرتبوا بقى سبتمبر باذن الله. كنت اسال الدكتور ان في احلام الدكتور زاهي حواس اللي كتبهم قدامي 3 منهم اكتشاف سر الهرم الاكبر والركود الثاني واكتشاف كليوباترا واخيرا كان انت قلت كده خلاص. لا لسه هيعملوا ما يحققوا منهم والنقابه للاثريين. هو نقابه الاثريين احنا خلاص عملنا القانون، واول ما يعقد اول جلسه مجلس الشعب باذن الله يعني انا هنقدم قانون عمل نقابه للاثريين وهيبقى الحلم النهائي لكل الاثريين. احنا بالنسبه للهرم احنا لسه بنعمل دراسات. كل للاسف الشديد الناس برضه اللي بيهاجموا يقول لك ده خرج من الهرم. انا اللي عملت الخرم ده عشان اشوف ورقه وطلعت كشف. الناس اللي بيقولوا ان انا خرجت الهرم شخص خرج جاب واحد فرنساوي مش اثري عمل خرم الهرم. واحد تاني قبليه 6 خروج جاب واحد فرنساوي تاني الجماعه بتوع الكهرباء. يعني انا كمصري اللي بعمل كده مش خواجه وعملت وانا اللي بكشف اسرار الهرم. احنا عندنا جامعه اسمها ليدز في لندن بنتفق بنشوف هنعمل ايه في هذا المشروع. مقبره كليوباترا احنا بقالنا 5 سنين طلعنا تماثيل كثيره جدا لكليوباترا وطلعنا اولاد ولسه. انا دايما بقول ان رمال مصر بتحوي العديد من الاسرار. واحنا في وادي الملوك بنشتغل ونفسنا. وادي الملوك كشف فيه 63 مقبره، مفيش مقبره كشفها مصر كلهم خواجات. بدات اول بعثه مصريه لان انا علمت 2000 شاب على عملنا لهم مدارس تعلمهم اصول الحفاير واصبح عندنا شباب بينافس الاجانب في فنون الحفاير. على ذكر السكندر هل زاهي حواس الوزير هياخذ زاهي حواس العالم لا ويسيب بقى الاكتشافات اللي عامله؟ انا لو بطلت اشتغل وبطلت احفر هموت. سيد الوزير كانت العلاقه الشخصيه بيني وبين وزير السياحه، هل يمكن ان يكون لها تاثير ايجابي؟ طبعا الحمد لله. خلي بالك في مجلس الوزراء هناك يعني حقيقه انسجام بين كلنا وبين بعض وتعاون كامل. انا مع وزير السياحه لسه النهارده بنتكلم هنعمل حملات تسويقيه على مستوى عالي جدا مع بعض عشان انا بقول له انت هتستفاد هتجيب سياحه للبلد وانا هجيب فلوس الاثار. فاحنا الاثنين بنكمل بعض. ازاي عشان تفهم الناس اللي بتتكلم على ان الدكتور زاهي وزيرته الماليه يمكن ان تكون انا يعني ضيق ده اطلاقا لان انا والله ما هو الرد اللي انت عندك لو عندك حاجه اثبتها. والحاجات دي كلها انا تعرضت انا تعرضت لحمله ظالمه واتعمل بلاغات ضدي في كل مكان. والله اللي عنده دليل في حاجه يقول، لكن كل اللي قالوا هذا الكلام هم اللي ذمتهم البنيه مش كويسه. طب نقدر نقول دكتور زاهي بس النهارده بعد العمر الطويل ده وعطاء الرياضي اللي ربنا يعني من عليه بيه وعلينا بيه يعني خلال هذه الفتره الطويله، هل في ممتلكات ما يثير غيره البعض ياخذ البعض؟ انا ما عنديش ممتلكات ايه؟ انا عندي ممتلكاتي بيت بعدين فيها ولادي عمرهم ما تدخلوا في عمل اثار ولا تدخلوا في حاجه في الدوله ولا عملوا حاجه. فالحمد لله سمعه الانسان هي اهم حاجه وتاريخي معروف لكل الناس. القبعه الجميله بتاعتي والله القبعه دي
مستشفى سرطان الاطفال ينسوا كل ده ويألف وجه وقعد على الكرسي معاش قانون وينسوا ذراع الاطفال. الحقيقه هناك بعض وسائل الاعلام بعض الاعلاميين بعض انا قلت ايه؟ بعض وسائل الاعلاميين كلامك صح. اللي فيها تكسب اقول لك كل للاسف هم مش بيدمروا الاشخاص، هم بيدمروا البلد. يعني مش دعم. وزير الناس كلها بتسال مره في وزاره الاتصالات ومره مش وزاره الاتصالات. معلش يعني احنا مش فاهمين، يعني الناس مش فاهمه يعني هل مرتبطه بالدكتور زي حواس انه فكر مهم جدا فممكن بعد كده ما يبقاش، وبعدين هو ليه اصلا تم اختيارها في التوقيت ده اصلا؟ يعني احنا بنحاول يشيلوا زياده، يعني احنا الملابسات اللي حوالين هو الوقت طبعا ما دام انت عملت وزاره بقى لها هيكله وبقى لها درجه وبقى لها وزير فمش هتتغير. ليه؟ ده احنا لقينا محافظات خلاص وانا مش وانا اللي بلغي. لا عفوا ما اقصدش لا احنا عاوزين بس الملابسات. لا بشكل ما في انا بقول لحضرتك انا بقول لك انا شخصيا لا عندي حرس ورايا ولا واخد اي ابهات الوزاره ولا تيجي مكتبي تقابل العيل الكبير والصغير وبقعد مع الناس. يعني انا ماليش موضوع انا هقول السؤال فسواء هم عملوا وزاره ما عملوش وزاره شفت اصلا على الدكتور مساعد شباب قيل ان اليونسكو وامريكا كان لها دور في عوده اللي قال هذا الكلام يجيبوه ويدخلوه بهمل عشان يكشفوا على القوى العقليه. انا مصري واللي جاب لي المصريين واللي اختارنا رئيس الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحه وانا في كل هذا. لكن يعني كلام الضعفاء اللي هم بيحاولوا يناموا يعني كل واحد كويس في هذه البلد يحطموه ودمروه باي حاجه. وانا ربنا اداني القدره على ان اتقوى واتحمل كل اللي انا تحملته. وفي يوم انا بكتب كتاب دلوقتي اسمه الثوره والمسار، وفي هذا الكتاب هفضح كل الحراميه واللصوص اللي هيجوني وهتكلم عنهم وهكشف كل ده لوحدي وهنشره بعد وزير الوزراء. نعمل حلقات عندنا بقى مش بيها مصلحه مصر يعني كلها وبما لما جه مصر انا كنت معاه ودخلت معاه واديته نسخه من الكتاب كان تنفيذها تستفيد من علاقاتك كل العلاقات الدوليه خدمه مصر وتاثار مش لخدمه شخصيه. كل علاقاتي الدوليه خدمت بها بلدي على اعلى مستوى وخليت اسم اثار مصر في كل مكان وخليت اثار مصر اهم حاجه في الدنيا دي كلها وخليت العالم يضرب لنا تعظيم سلام وجبت ملايين الدولارات لمصر من خلال كل العلاقات دي. جبت ملايين الدولارات ولا تزال قادرا على العطاء. يعني انت شايف ان انا اقول سيادة الوزير في ناس ضد حضرتك صراحه. هرجع تاني للسؤال الاولاني بتاع صندوق النصر. مش لان ده صندوق ولا لان لكن ان في هيحصل هبوط شديد جدا في الانشطه اللي بتقدم في وزاره الثقافه نتيجه ان حوالي 100 يعني انا بكلم حضرتك يعني بقول لك هم لازم يعرفوا هل ترمم اثار بس ولا تعمل حفله في شارع المعز؟ رد عليا. مش حفله انا هعمل نشاط. هتعمل نشاط ولا جامع يقع؟ عشان ده شكلك كده. ايوه كده هتعمل نشاط ولا كنيسه تقع؟ هتعمل نشاط ولا معبد فرعون يقع؟ اللي هيحمي الاثار المواطن لا المثقف. انا بعمل نشاط. انا عايز اقول لك حاجه. انا قدامك صدقني انا لو عندي فلوس هدي لكن انا ما اقدرش انا ابقى في حاله بقول لك طالب اعانه سياديه وطالب لله وبعدين ادي واحد 13 ازاي؟ هو صراحه السؤال ده المفروض يقدم لرئيس الوزراء اللي هو فكر في فتره التاخير يقول له انت لما عملت الفصل ده كان في فكره للثقافه هتعمل فيها ايه؟ هل هيلغيها ولا هيديها تمويل؟ بس هقول لك انا قلت للدكتور الو لو انت عملت مجلس اعلى زي مجلس اعلى للشباب والرياضه هو متفرغ لعمله ما بيروحش بقى تجيب مجلس الشعب ما بيروحش بقى مجلس الوزراء. يعني الاسر ده زي انا كنت قبل الوزاره كان فريق حسني عطيني سلطات وزير كامله
والله عشان خاطرك والله انا قلت النهارده اروح الجراحات. فانا عايز اقول لك حاجه، انا نفسي الاعصاب ده كده، لكن الوزاره فيها. بمناسبه علاقتك بفاروق حسني، ما هو فاروق حسني ضد فصل الوزاره. طول عمري بقول له افرض انت مشيت ومش عارف، مش عايز اقول بقى واحده رقصك مش ممكن ازاي تبقى رئيس الاثار، ما ينفعش. هو كان راجل مهتم بالاثار، كان بيعمل نشاط كويس، وكان عاطيني سلطات كامله. هو انا كنا نتدخل في حاجات بسيطه جدا، وانا كان علاقتي بيه اقول له لا غلط واللي صح، ونتخانق ونتصالح. يعني قصدي وقدرنا في ال9 سنين اللي انا اشتغلت معاهم فيه نسيب ونعمل. وانا قلت له احنا لو مشينا ان اللي احنا سبناه واللي احنا عملناه التاريخ هيتكلم عنه. بس الناس قالوا كان في حاله كبيره يعني شويه. كلام. ما هو خلي بالك، ما هو انت اللي موقعه. انا لسه بقول له من يومين، قلت له شفت زمان كنت بقول لك ناس كانوا بيقعوا يقولوا لي كتير جدا، قلت لك بعد ما تمشي هتعرف صدقت بيك معناها. انا اعرفه قبل يبقى وزير، كنا اصدقاء جدا ولا زلنا. فانا شخصيا من النوع على فكره ماليش عدواني، يعني ما بعملش عذاب عامه يعني. حماسي بقى في الحق ما سيبش، لكن انا عموما ما بحبش اي واحد حتى نفسيت مكانه اكتر واحد بتكلم انا يعني مالي. يعني انا عندي حاجات خير كويسه. سيد وزير انت مواليد 47 مش خايف من السن؟ شكلك انا لو قلت لك عليك دلوقتي هو قريب منك. هو صعب التعامل مع النجوم. انا عايز اقول لك صعب التعامل مع النجوم. نجوم يعني فاروق حسني الكلام اللي بيتكلم في الغيره صعب ان يبقى الوزير بيتعامل. مين قال ان في حد كان بخير؟ انا اتذكر اسبوع فات كان عن فاروق حسني كان وزير النجوم 15 سنه كنا عنده. انا مش فاهم تساله الكلام ده. لا انا سالناه مع صاحبنا قلنا له هات خلي المكتب الفلاني عندك واعمل الشغل بعد محمد فوق. كان لسه الدكتور زاهد في الهرم مصطفى ما كانش قاعدين معاه. انا وزير الناصر، انا وزير النجوم مش وزير كهرباء ولا الصراحه. انا اقدر اقول لسمير سرحان ولا جابر عصفور ولا زاهي حواس ما تتكلمش في الصحافه ولا في التلفزيون. انا معايا نجوم يعني هو كان فاهم الموضوع. لكن قصه الدكتور زاهي وفاروق حسني قصه طويله. ده زاهي حواس يعني ماشيين كده زاهي حواس بياخد العلم الاي يعني مش مجامله للدكتور زاهي. ده شخصيه عارف ربنا يعني. الدكتور زاهي عايزين نتكلم على صناعه القرآن عشان نختم بيها. الشعب اللي بيصنع اي حاكم 5000 سنه لحد النهارده بيجي البلد يبدا كويس جدا. اهل النفاق يحولوا هذا الحاكم الى فرعون حتى على المستوى الشغل. انا اول ما جيت اثار بسكن يجي لي واحد كلام عن واحد اقول له وبدات اواجه الناس ببعض. دلوقتي لا يمكن بني ادم يقول لي كلمه عن الثاني، لكن انت بقى بص في المؤسسات رئيس المؤسسه يقلل ما بالك الحاكم. فالخطا ليس خطا الحاكم، الخطا هو الشعب. ونمره 2 بقى اللي حصل عندنا ده حصل من 4000 سنه. حكيم اسمه ابوير الراجل ده ساب لنا برديه بتقول ايه؟ بيقول انا قعدت انصح الحاكم. الحاكم الخطا الكبير جدا ان الحاكم ده حكم عنده 8 سنين فمر بمرحلتين في منتهى الخطوره. مرحله هو صبي ومرحله هو كاهن مات عنده 98 سنه. فالمرحلتين دول ركب فيهم اللي حواليه قوي. الحاكم لما بيكبر اللي حواليه بيقوى. لما بيقوى بيحصل فساد. قال لك انا قعدت انصحه خلي بالك ما انساش ايه اللي حصل بقى. الثوره قامت. الست اللي ما كانش عندها مرايه وبتشوف وشها في الميه بتشوف عندها مرايه دلوقتي. الثلاثه اللي ماشيين في الشارع بيرجعوا تاني باثنين. الغني بقى فقير بقى. ثوره اجتماعيه على العقل. يا جماعه خلي بالكم العدو واقف بيبص لنا وانتوا مش واخدين بالكم. والحل قال لك الحل منتظر حاكم قوي. الحاكم ده هل نحن في انتظار الحاكم ده قعدنا 150 سنه. لما جالنا واحد اسمه التحته الثاني من الاقصر وضف مصر. انا ماليش دعوه. انا راجل بتكلم عن الفراعنه وانت اللي بتتكلم عن هقول لك
اعصاب. المنوفيه جايبه واحد كويس. سياده الوزير سياده الوزير احنا بنشكر سعادتك جدا. لا والله ده انا اتسليت. احلى لقاء على خاصه. انا رافض اعمل اي حوارات معايا. يا ريتك تبقى قبل لغايه بس تحاول تعمل منشر. لا انا ما بعملش. خد راحتك ما بعملش. لا ان شاء الله احنا شاكرين جدا. لا والله سعيد صح. وهؤلاء الزملاء الاعزاء كلهم برضه نجوم يا سياده الوزير، يعني اولنا عمنا عن الرماوي ده يعني العمده بتاعنا. طبعا عارف الراجل انا زميلك طبعا على فكره. انا عارف شريك تاريخ. السيد لا انا تلميذ دكتور مصطفى كمال عبد العليم بس عين شمس. استاذ يوسف السيد انا عارف. دكتور عزيز صالح. استاذ يوسف السيد رئيس التحرير، الاستاذ عصام رمضان رئيس التحرير، الاستاذ سعيد الاستاذ نائب رئيس التحرير، الاستاذ باهي انت تعرف طبعا كان زميلي بس انا كنت الاستاذ بتاعه، اخونا طارق، اخونا الاستاذ محمود، بنشكر اخونا الاستاذ باهي، بنشكر معالي الوزير